لجنة ال50. أحمد، بعد الانتهاء من نحو 95% من مواد الدستور، متى ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها؟ بالفعل نحن الآن في انتظار أن يخرج علينا الأستاذ محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة ال50 ليشرح لنا ويوضح لنا ما انتهت إليه اللجنة لهذا اليوم، وبما أننا أمام 5% فقط من مواد الدستور هي المتبقية على هذه المواد أو من إجمالي الدستور، فإذا نحن أمامنا ما لا يزيد عن ساعات اليوم أو غدا يفصل بيننا وبين الانتهاء من التصويت المبدئي على مواد الدستور، خاصة وأن المواد التي أقرت بالفعل بالأمس كانت مواد السلطة القضائية، كانت هي الأكثر جدلا داخل لجنة ال50، وبالتالي بحسم هذه المواد نكون قد انتهينا من أحد أهم المشاكل التي أعاقت اللجنة عن عملية الإسراع في خروج مواد الدستور، أيضا الانتهاء من مسألة نسبة 50% عمال وفلاحين وعدم إقرار هذه النسبة في الدستور حسبما تردد حتى هذه اللحظة أن هذه النسبة ألغيت من الدستور. فنحن نكون أمام عدة مواد قليلة جدا قد تحسم هذا اليوم، خاصة مواد القوات المسلحة وما يتعلق بالنظام الانتخابي القادم، هل سيؤخذ بالنظام الفردي أم بنظام القائمة أم بالنظام المختلط. دباجة الدستور يكاد يكون متفق عليها وقد أعلنت من قبل في المناقشات العامة هذه الدباجة وكتبت من قبل، فلن يكون هناك مشكلة في إخراجها. بالنسبة لمجلس النواب، مجلس النواب المواد المتعلقة به لا تتعدى كونها عدد أعضاء النواب القادمين، لا يتعدى أيضا اختصاصات مجلس النواب القادم. أي الاختصاصات، هل ستزيد هذه الاختصاصات لزيادة في الدور الرقابي أو زيادة في عملية المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في الدولة؟ كل هذه المسائل نعتقد أنها محسومة حتى هذه اللحظة، وقد يخرج علينا الأستاذ محمد سلماوي ليقول لنا انتهينا من مواد الدستور بشكل مبدئي، ليبدأ التصويت العلني على أقصى تقدير حسبما تقرر من قبل يوم الأحد القادم. نعم أحمد، ذكرت منذ قليل أنه بالطبع تم الانتهاء من قرار اللجنة بخصوص إلغاء نسبة العمال والفلاحين ل50%، ولكن هل ثمة نقاشات داخل اللجنة من جانب بعض المتواجدين حول إلغاء هذه النسبة؟ لابد أن أشير في هذا الصدد أن هناك حالة من الغضب عند بعض النواب الذين لم يوافقوا على إلغاء هذه النسبة، وأيضا يشككوا في نسبة التصويت. فقد قيل أن هناك 32 عضو قد وافقوا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين والباقي لم يوافق. هناك من يشكك في هذا الرقم ويقول أنه لم يكن هؤلاء كلهم ال 32 يوافقون على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، ولكن كان الأمر مجرد أن يترك نسبة العمال والفلاحين لمرحلة انتقالية تلغى بعدها هذه النسبة، ولم يكن بالنسبة لهم هو إلغاء بالكامل منذ هذا الدستور لهذه النسبة. لكن على كل بالفعل معك الحق، ما زال الجدل دائر حول هذه المسألة، وقد تخرج علينا مفاجآت خلال الساعات القليلة القادمة في هذا الصدد. دينا، شكرا الزميل أحمد وجيه مفادنا إلى مجلس الشورى.